السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحمام الفرنساوي الزينة. طبعا يا جماعة الحمام الفرنساوي الزينة ده كان في يوم من الأيام ليه شنة ورنة فعلا، يعني أيام ما كنا بنجيبه من بره. وطبعا هي حمامة شكلها جميل جدا، مرسومة ورقة وقلم. تمام، حمامة فريخة بتفرخ، عظمها يشبه عظم الحمام الشامي. تمام كده، برنيطة كبيرة، حمام من الحمام اللي بنقول عليه المسوبع المرسوم ورقة وقلم. ده حمام مسوبع، مسوبع يعني في رسمة السبع على ظهره. تمام، وبيبقى مرسوم ورقة وقلم. تمام. طيب الحمام دوت آه أجمل لون فيه أو الأغلى فيه هو اللون اللبني، اللي هو الأزرق يعني أو اللبني، واللافندر. وبعد كده باقي الألوان كلهم تقريبا نفس السعر، ممكن الأصفر يزيد شوية. تمام. بس طبعا احنا عندنا في المقام الأول اللي بيحكمنا هو المستوى والتقليب. تمام. يعني مثلا قدامك في ذكر احمر اهو، لا الذكر ده مستوى قوي، مستوى قوي في الباب الفرنساوي، مستوى قوي. برنيطه من الودن للودن، مرسوم ورقه او قلم، الحجم بتاعه وتدويره صدره مظبوطه. تمام. فالحمام الفرنساوي حمامه كويسه جدا. هيجي واحد يسالني سؤال، ينفع اتخصص فيها؟ اه ينفع، وبتتباع وزي الفل، وزغللها مطلوبه. بص كده.